السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. والنهاردة جاية لكم فيديو جديد كده لذيذ وخفيف. يوم واقعي يعني هتشوفوا فيه كده أكلة لذيذة قوي وجديدة عليا. يلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض. اول حاجة بقى كده زي ما انتم شايفين كان عندي غلة بليلة كنت نقعاها من بالليل. انا نقعتها بالليل حوالي كده 3 ساعات، وبعد كده اديتها غلوتين وسبتها وكملتها بقى الصبح، كنت عاملاها علشان نفطر بيها وكده. بس هنا بقى كنا الصبح كنت ابتديت بقى ان انا احط معاكم اللبن كده علشان اغليه، وكمان بقى كنت كملت سوا البليلة كده. بس هي بتبقى سهلة أوي، أوي، هي بتتنقع بس ساعتين 3 وبعد كده باحطها في حلة كبيرة، واحط عليها مَيّة تكون المَيّة يعني أكتر منها بحبة كويسين كده، علشان هي لمّا بتغلي بتنفش وبتبتدي بقى إن هي تستوي كده وتتضاعف حجمها. بس كده بقى هنا كانت خلصت معايا وابتديت ان انا اغرفها، وهحط عليها دلوقتي السكر واللبن بتاعها وخلاص كده بقت احلى بليلة معانا. انا مش بحب احط السكر في البليلة لما تستوي كلها يعني في الحلة، ولا اللبن. انا بحب لما نعوز ناخد منها نحط مقدار السكر اللي احنا عايزينه ومقدار اللبن اللي احنا عايزينه وناكلها. بحسها كده فريش اكتر وبتبقى طعمها احلى. بس بعد كده بقى دخلت معاكم على الغدا، هنا كنت بقى فطرت وقعدت شوية وبعدين دخلت معاكم كده على الغدا. كان عندي بانيه قطعته تقطيعة الفاهيتا او الشاورما. بس زي ما انتم شايفين كده بقطع قطع، ولا هي رفيعة ولا هي تخينة، قطع متوسطة كده وبالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنخلص بقى تقطيعها وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. وكمان كنت مجهزة معايا خضار زي ما انتم شايفين بقى كده التقطيعة. طبعا الفراخ دي انا كنت غسلاها كويس قوي وكنت عامله لها محلول نقع ميه ودقيق وليمون، وكنت سايباها فيها اكتر من ساعه يعني على بال ما جيت ابتدي فيها تاني. فكانت مغسوله وزي الفل. وانا ما بحبش اغسل الفراخ كتير برضو علشان ما تتزفرش مني. هي غسله واحده بنضف فيها اي حاجه في الفراخ، سواء بانيه سواء فراخ كامله. هي غسله واحده تحت الميه، ما بفضلش رايحه جايه بالفراخ على الميه يعني. بس هنا بقى ابتديت ان انا اقطع معاكم الخضار، قطعت معاكم بصل جوليان، بس حاولت ان انا اخلي الجوليان صغير شوية، وقطعت معاكم كمان قرن فلفل، وكان عندي فلفل الوان من اللي انا كنت مفرزاه معاكم. طلعت برضو منه. وتعالوا بقى نروح كده على الطاسة، هنحط في الطاسة معلقة زيت، وهسيب معلقة الزيت دي تسخن كويس قوي، وبعد كده هنزل بالفراخ فيها. انا الفراخ هفضل اشوحها لحد ما اخلي الميه اللي هي بتنزلها الفراخ تشربها وما يبقاش فيه ميه خالص. انا مش عايزه ميه علشان لما اجي احط الحشوه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي يعني ما تأثرش على العجين. انا النهارده هعمل معاكم فطاير فراخ على طريقه الجميله نادية السيد. انا بصراحه بحب اكلاتها جدا، و يعني من قبل ما افتح معاكم اصلا القناه بحب اجرب منها اكلات. وهي من اكتر الشيفات بصراحه اللي لما بتدي وصفه ببقى واثقه فيها وببقى واثقه ان هي تطلع حلوه قوي. فزي ما انتم شايفين بقى كده شوحت معاكم الفراخ، وكمان حطيت عليها البصلايه اللي احنا قطعناها مع بعض، وهفضل بقى اشوح فيها كده لحد زي ما قلتلكوا المية دي تتشرب خالص. وطبعا وانا بشوح فيها هنزل بباقي الخضار، نزلت معاكم بالفلفل والفلفل الالوان. ما حبيتش ان انا احط طماطم علشان برضو ما تطريش معايا العجين. هي كده كان طعمها حلو جدا. كنت بوريكم بقى ان انا الصوص اللي فيها ده عايزه الفراخ تشربه ما يكونش موجود اصلا. زي ما انتم شايفين هنا خلاص كانت استوت وبقت زي الفل. تعالوا بقى نعمل مع بعض العجين. كوبايتين دقيق، دي الكوباية التانية اهي معاكم. هحط معاكم نص معلقة مليانة كده بيكنج باودر، وشوية ملح. الملح كان كتير فما حطيتهوش كله، ومعلقة سكر صغيرة، وخميرة، كيس خميرة. وعندي بقى زبادي كده هاخد منها معلقة كبيرة كده زبادي. هبتدي بقى ان انا اقلب بالسبتيوله كده معاكم الاول، وبعد كده هكون عندي ميه دافيه زي دمع العين، هبتدي ان انا انزل بالراحه بالميه
علشان العجينة ما تطراش مني قوي، انا عايزاها عجينة طرية ولينة خالص، بس تكون ما بتلزقش في ايدي. زي ما انتم شايفين بقى كده بنزل بالمية واحدة واحدة، وببتدي بقى ان انا الم العجينة بايدي. هنا هحس ان العجينة محتاجة، فهاخد لها حوالي معلقة دقيق، هي معلقة واحدة مش اكتر من كده. وببتدي برضو ان انا افضل اعجن فيها كده لحد بقى ما هتبقى معايا طرية وناعمة وحلوة قوي وما بتلزقش في ايدي، يعني هي طرية بس مش بتلزق في الايد. هاخد بقى معلقة زيت زيتون، وهستمر كده في العجن لحد زي ما انتم شايفين كده ابتدت البولة اللي انا بعجن فيها تبقى نضيفة خالص، وابتدت العجينة كمان تطرى وتنعم معايا. زي ما انتم شايفين كده العجينة ما شاء الله طرية جدا. حطيتها بقى، احنا هنا مش بنخمر العجينة، انا سبت العجينة بس ترتاح حوالي 10 دقايق. بس بصراحة يعني ابقوا سيبوها ربع ساعة، لان هتلاحظوا وانا بفردها ان هي بترجع معايا تاني. لا، هو الصح ان احنا نسيبها حوالي ربع ساعة كده، احنا مش عايزينها تخمر، احنا بس عايزينها ترتاح. هبتدي بقى اقسم معاكم كده العجين، هقسمهم ل5 فطاير. وببتدي كده اكورهم معاكم زي ما انتم شايفين كده. شايفين ما شاء الله قد ايه العجينة طرية وناعمة وحلوة قوي. هبتدي بقى هنا ان انا اعجن معاكم. بصوا بقى هنا سوري، افرد معاكم. وانا بفرد معاكم هتحسوا ان الفطيرة في ايدي العجينة بترجع تلم تاني، لان هي كانت عايز ترتاح شوية اكتر. آه، بس كنت مستعجلة بصراحة، فكنت عايزة اخلص الغدا بسرعة. هنا بقى ابتديت احشي معاكم الفراخ، وحطيت مع الفراخ موتزاريلا. انتي بقى حطي الحشوة اللي تعجبك، فراخ، صدق، جبن، نوتيلا، اللي يعجبك اللي يعجبك حطيه فيها. بصراحة هي عجينة تحفة، وبتطلع طرية جدا جدا وحلوة وطعمها حلو قوي في الاكل. خلصت معاكم كده اول واحدة، ابتدي بقى افرد التانية كمان. هنحشي الفراخ ونحط عليها رشة موتزاريلا ونقفلها، ومهم قوي قوي ان احنا نقفلها كويس علشان اي حشوة احنا حاطينها ما تطلعش لبره كده، ويبقى شكل الفطيرة معانا حلو يعني. هي طعمها حلو قوي، هم سموها فطاير علشان هي طرية طرية جدا يعني، وانتوا بتاكلوها كده تحسوا ان انتوا بتاكلوا عجينة طرية قوي. بس هي شبيهة برضو الحواوشي والعيش بالصدق وكده، بس هي طعمها والله ما شاء الله خطير، والوصفة يعني ناجحة جدا وحلوة قوي. زي ما انتم شايفين بقى كده كله بعيد نفس الخطوات، بفرد وبعد كده بحط الحشوة وبحط عليها موتزاريلا وبقفلها كويس قوي، وبفرد بايدي بقى كده العجين علشان الحشوة تتفرد جوه العجين. بس كده هناخد بقى الرابعة. عايزة اقول لكم خلصوا في ثواني، ما خدوش مني وقت. هي بالعجن بتجهيز الحشوة بكل حاجة حوالي ساعة، كنا قاعدين خلاص الحمد لله بنتغدى. فهي سهلة جدا ولذيذة قوي قوي، وحلوة حادق العجينة بتاعتها تمشي معاكي. بس طبعا لو هتعمليها حلو، حاولي ان انتي تحطي ذرة ملح صغيرة قوي، يعني ما تكتريش ملح. بس كده دي كانت اخر فطيرة معايا. هقفلها معاكم بقى وهنروح مع بعض دلوقتي على البوتاجاز. شايفين ما شاء الله مش بتلزق، بحركها بمنتهى السهولة، وفي نفس الوقت طرية قوي وبتتفرد معانا بسهولة. هنيجي بقى كده على طاسة هحط فيها معلقة زيت وادهنها، وهسيب معلقة الزيت دي لما الطاسة تسخن خالص هنزل بالفطاير. انا عملتها في الجريل، ما شاء الله العجينة كانت مستوية جدا وكانت زي الفل، وباقي الحشوة كمان من جوه استوت اكتر، وبصراحة كان طعمها خطير.
زي ما انتم شايفين بقى كده، بصوا الحلاوة والجمال ما شاء الله. حطيتها بقى على جنبها علشان برضو اضمن سواها كده. وكل الفطاير كنت بعمل فيها نفس الكلام. بس هي ما شاء الله اصلا ما كانتش محتاجة الحركة دي، هو العجين كان بيستوي على طول. بس كده طلعت بقى اول فطرتين كده معاكم، وهوريكم بقى الجمال والحلاوة، وهفتح معاكم دلوقتي اتنين مش واحدة بس. اول واحدة فتحتها معاكم بالسكينة دي اتسرقت مني، تاكلت مني بألف هنا. وهفتح معاكم تاني واحدة وهتشوفوا الموتزاريلا ازاي بتشد جواها. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب تبقى فيديوهاتي خفيفة ولذيذة عليكم وتكونوا بتستفيدوا منها. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.